ستكون عاصمتنا ليست القاهرة ولا مكة ولا المدينة، وإنما القدس إن شاء الله. وسيكون هتافنا على القدس، رايحين شهداء بالملايين على القدس، رايحين شهداء ستعود الولايات المتحدة العربية على يد هذا الرجل ومن معه إن شاء الله. ستكون عاصمة الخلافة، ستكون عاصمة الولايات المتحدة العربية هي القدس إن شاء الله. ولن أسمح لهم أن يقبضوا علي إلا جثة هامدة. القضاء الوحيد اللي ممكن أقف أمامه هو القضاء الذي يمثل عهد الرئيس محمد مرسي. أما هذا القضاء الفاسد فأنا لا أعترف به إطلاقا. إذا كان دكتور محمد البلتاجي ولا صفوت حجازي ولا أسامة ياسين ولا كل رموز الثورة، احنا موجودين في الميدان، احنا ما نروحش بيوتنا علشان عارفين ان اولا ما ينفعش ان احنا نسيبكم هنا ونروح احنا بيوتنا. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم لو اعرف ان ميدان رابعه العدويه فيه سكينه عشان يقتلوا بيها عسكري كنت اول واحد خرج من الميدان. ردك على الكلام ده ايه؟ انا احرض على الشهاده، لا احرض على القتل. شيء طبيعي ان الدكتاتوريين والانقلابيين يتهموا الشرفاء ويتهموا من يعارضهم ويختطفوا من يعارضهم ويختطفوا الشرفاء، وده كلام لا يعنيني، لان انا لا اعترف بهذه الحكومه ولا اعترف بهذا القضاء ولا اعترف بهذه النيابه ولا اعترف باي جهاز في هذه الدوله خاضع لهؤلاء الانقلابيين. الصوره دلوقتي منتشر حضرتك على النت بيقولوا ان انت كنت قاعد وكان معاك سلاح، هل الصوره دي حقيقيه ولا متفبركه؟ لا، الصوره دي غير حقيقيه بالمره. انا معايا سلاح، انا معايا سلاح مرخص، معايا طبنجه بتاعتي مرخصه. انا ايه ان احنا بنبعت سلاح لسوريا واقسمت بده، ده مش أيوة دي مش مخالفه لسوريا. ايوه انا بودي سلاح لسوريا. بالله العظيم، اقسم بالله العظيم انا لست عضوا في جماعه الاخوان المسلمين ومحدش في الدنيا مصدق الكلام ده. احلف لكم بالطلاق لو الزمن رجع بينا ورا لا يمكن اقف جنب الاخوان. لا يمكن تقف جنب الاخوان؟ مش عشان هم ارهابيين ولا بتوع دم، لا عشان هم ما بيعرفوش يشتغلوا وعشان هم ما بيعرفوش يعملوا الحاجه الصح. احد الاسباب الرئيسيه لتغير موقفي من فكر الاخوان المسلمين وايديولوجيه الاخوان المسلمين واستراتيجيه الاخوان المسلمين هي الممارسه بتاعتهم خلال السنه دي. هي الممارسه. زمان واحنا صغار في الاخوان المسلمين، يعني اذكر وانا في ثالثه ثانوي مثلا، كنا حضرتك كنت في الاخوان المسلمين من وانت سنك قد ايه؟ من وانا في اولى ثانوي. من ولا هنكمل المشوار. ويا للعار الفيلو العاملين ثوار، يا للذل ويا للعار، الفيلو العاملين ثوار. لحين عودة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم وإلى تسلم مقاليد الحكم مرة أخرى، أو إن إحنا نموت هنا شهداء. أنا مش ضد عزل محمد مرسي ولا محاكمته ولا محاسبته. مفيش حد من البشر فوق المحاكمة ولا المساءلة ولا المحاسبة. يعني أنا هقول حاجة وحيدة مثلا، مثال
انا عارف ان مستشار الرئيس في الشؤون الامنيه اسمه المهندس ايمن هدهد. ايوه. مين ده؟ ايه مقوماته؟ يعني ايه مهندس يبقى مستشار الرئيس الامني؟ يعني ايه؟ ده حتى لو انت عاوز حبايبك ما عندكش حبيب من حبايبك ضابط سابق. قوة عزيمة إيمان رجالة مرسي في كل مكان، رجالة مرسي في كل مكان، قوة عزيمة إيمان رجالة مرسي في كل مكان، مرسي مرسي رئيسك ولا لا؟ مرسي رئيسك ولا لا؟ يلا يا سيسي قول الحق، يلا يا سيسي قول الحق، مرسي رئيسك ولا لا؟ مرسي رئيسك ولا لا؟ احنا مستمرين وهننتصر ان شاء الله، والرئيس مرسي هيرجع، ما عندناش حلول تانية او نموت. مصر العربية ما عنديش غير رئيس واحد فقط اسمه الرئيس محمد مرسي عيسى العياط. احنا ما بنقعدش مع حد، واي حد عاوز يقعد مع المجلس العسكري هو يقعد معاه، ولن نقبل الا بالشرعية الدستورية. رئيس جمهورية مصر العربية هو السيد الرئيس محمد مرسي عيسى العياط. مش الشخص، انا ما بتكلمش على الشخص، انا بتكلم على منصب رئيس الجمهورية المدني اللي انتخبناه، وقلت اللي هيرشه بالميه هرشه بالدم، ورجعت قلت يا جماعه ده مثل في الفلكلور المصري هو مش حضراتكم عارفين المثل بيتضرب امتى؟ محمد مرسي خط احمر، بمعنى اللي هيرشه بالميه هرشه بالدم، بمعنى ان ده رئيس شرعي منتخب. بس هم نازلين عشان يطالبوا باسقاط الرئيس، يخبطوا دماغهم في الحيطه. واذا حصل هرج ومرج ونزل الجيش ما هو موقفكم؟ زي ما قلت لحضرتك، سقوط الرئيس محمد مرسي جيش غير جيش لا يمكن ان يتم. اللي هينزل 30/6 ولا اللي هينزل في اي يوم لا يلومن الا نفسه. الرئيس محمد مرسي الرئيس المنتخب بإرادة شعبية، خط أحمر دونه الرقاب. الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي، واللي هيرش مرسي بالميه هنرشه بالدم يا شويه فلول. الرئيس المصري المدني المنتخب بانتخابات شرعيه نزيهه، اللي يرشه بالميه هنرشه بالدم. انا ما فكرتش، لكن كل اللي انا قاعد بفكره ان انا بسترجع اخطائي. انا من ساعه ما اتمسكت، وبالمناسبه انا كان ممكن ما اتمسكش، اقسم بالله العظيم كان ممكن ما اتمسكش. كلمه اخيره حابب تقولها عبد الفتاح السيسي؟ أسأل الله عز وجل أن ينتقم منك يا عبد الفتاح السيسي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فقرك بين عينيك، وأن يجعل بأسك ومن معك شديدا، وأن يفرق شملك. أسأل الله عز وجل أن يجمد الدماء في عروقك. أسأل الله عز وجل أن يرينا فيك عجائب قدرته. انقلاب عسكري حقيقي. الآن اللي بيتحكم في مصر واللي بيحكم مصر فعليا هو عبد الفتاح، لكننا لن نسمح له أبدا بإدخال هذه التجربة وإسقاط الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب المصري. وبقول للفريق السيسي الذي خان العهد، البيان اللي انتوا رمتوه امبارح لا يعني عندنا الا حاجتين اتنين، ليس له معنى عندنا الا حاجتين اتنين: اما انكم تبحثون عن حل للمشكلة اللي انتوا فيها وتبحثون عن خروج آمن،
فبقول للفريق السيسي احنا بنديلك خروج امن في حالة واحدة ان انت تركب طيارة وتطلع برا مصر. بقول لسيادة المتحدث العسكري للفريق السيسي مش للقوات المسلحة المصرية، يا ريت المرة الجاية يا سيادة العقيد احمد علي تعملوا فرقة من الجنود تلم الطلقات اللي بتتضرب علينا. لا يوجد اي جيش في العالم يسقط منشورات بالطائرات الا الجيوش المحتله. فهل انتم اصبحتوا ايها المجلس العسكري محتلا لمصر حتى تسقط على ابناء مصر منشورات بالطائرات؟ هذه المنشورات لا قيمه لها اطلاقا عندنا. سيسي يا سيسي يا ابو طيارات، بكره تروح الامارات، بكره مليونيه. عد يا سيسي عد، مليونيه بجد. كل الذي نرجوه من كتائب السيسي، الرسالة اللي بنرد بيها على بيانات السيسي بنقول لهم فقط يا طيران السيسي، فقط يا جنود السيسي وليس الجيش المصري، فقط في المرة القادمة لا تقتلونا ونحن سجد الركع، اقتلونا ونحن صائمون، فنحن نريد أن نفطر عند رب العالمين. أعلم الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة على قائده القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الدكتور محمد مرسي عيسى العياط. هل هذا انشقاق أم انقلاب أم خيانة؟ للشعب المصري لاستعادة الشرعية من الخونة من المجلس العسكري الخائن. بنقول لهم وقت ما تحبوا تيجي يا عبد الفتاح السيسي اهلا وسهلا، احنا موجودين واحنا عارفين، وقلت لكم ان هو قاعد في حمام سباحة مليان دم وعاوز شوية دم مننا، بنقول له تعالى خد الدم اللي انت عاوزه. بلطجية؟ لا والله ليسوا بلطجية، انهم رجال السيسي ورجال الداخلية ورجال الظلمة. ونحمل عبد الفتاح السيسي هذا الخائن الذي خان وغدر العهد وخان وغدر الأمة، إن كان أعمى البصر لا يرى هذه الجموع، فنسأل الله عز وجل أن يعمي بصيرته كما أعمى بصره. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تأخذ عبد الفتاح السيسي أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنه خان وطغى وتجبر، فاللهم سلط عليه كلبا من كلابك. اللهم جمد الدماء في عروق عبد الفتاح السيسي. محاكمة السفاح عبد الفتاح السيسي محاكمة ثورية هو ومن معه. أقل حاجة فيها التحرك لوزارة الدفاع، فعندنا خطوات تصعيدية وهنصعد لأقصى ما يتخيلوا من السلمية. بقول للمجلس العسكري عيب عليكم، دي خيانة، اللي عملتوه ده خيانة، والشعب المصري لا يقبل بهذه الخيانة إطلاقا. الدكتور محمد مرسي إما أنه في دار الحرس الجمهوري أو في وزارة الدفاع، وسنخرجه وسيكون هناك خطوات تصعيدية لا يتخيلها أحد. هناك خطوات تصعيدية ضخمة لا أستطيع أن أفسرها. سيخرج الرئيس محمد مرسي ويعود إلى القصر ويكون هو رئيس الجمهورية. جاي من عند الحرس وهناك أبطال منكم واقفين، ومش هنمشي غير لما ناخد الرئيس بتاعنا.
عام وانتم بخير. صامدون، ثابتون، متفائلون ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين. الجمعة هي الفرقان بين الحق والباطل ان شاء الله. صدقوني ان شاء الله الجمعة، السبت هيحصل حاجة. الحد الرئيس معانا ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله ان شاء الله. ستخرج مسيرة الآن من الميدان من ربعة العدوية في اتجاه نصب الجندي المجهول إلى العباسية، يقودها الدكتور جمال عبد الستار والدكتور صلاح سلطان إلى اتجاه رمسيس إن شاء الله. فمن أراد أن يشارك فليخرج مباشرة إلى النصب التذكاري. بنقول لهم على جثثنا، على جثثنا تدخلوا ميدان ربعة العدوية، على جثثنا تفشل ثورتنا. واذا موتونا كلنا في ملايين بره ميدان ربعة العدوية هيجوا ربعة العدوية. عاوزين تفضوا النهارده اهلا وسهلا، عاوزين بكره اهلا وسهلا. 50 ولا 60 لسه في 50,000 و60,000 لسه في 10 مليون و40 مليون عندهم استعداد يموتوا. نفسي اعرف وزير الداخليه جاب الرجوله دي منين، وجاب من امتى بقى راجل يعني. ما كان ايام رئيس مرسي ما بيقدرش يهش ولا ينش. لما نشوف الداخليه البلطجيه رجعوا تاني بيضربوا علينا رصاص وبيضربوا علينا غاز. الداخليه بلطجيه، لسه بلطجيه. هنوريهم الخطر، هنعلمهم الادب، هنوريهم الخطر، هنعلمهم الادب. هيبقى في محاكم ثوريه، كل ضابط تهديد وزارة الداخلية ومحمد إبراهيم اللي أنا بقول إن هو شرب بريل علشان يسترجل، مش كده؟ بقول لوزير الداخلية ولكل وزارة الداخلية اتكسرتوا قبل كده في 28 يناير ولا نسيتوا؟ أمن الدولة اللي دخلوا الجحور واتحاكموا وطلعوا براءة. المرة دي مش زي المرة اللي فاتت. المرة دي بايه؟ رسالة إلى الكنيسة المصرية من مصري مسلم. أقول للكنيسة والله ثم والله لو تآمرتم واتحدتم مع الفلول على إسقاط مرسي سيكون لنا شأن آخر. النهارده رجع بابا الازهر الى المشيخة. هتخرج مظاهرات مؤيدة لشيخ الازهر ولموقفه، طبعا هيدبرها اللواء محمود برئيس الطرطور، مش عارف هو اسمه ايه، منصور. النهارده الساعة 7 الصبح حد من الإخوة اللي هنا والله يبشرني بشارة مش هقولها لكم غير لما تتحقق إن شاء الله. وإن شاء الله رب العالمين محمد مرسي هيفطر في القصر إن شاء الله رب العالمين. هم متخيلين بالمقاييس البشرية إن إحنا مش هنقدر نصبر أكتر من 18 يوم.
في حين ان احنا بنستعد لعمل كحك العيد. احنا واقفين هنا لتكون كلمة الله هي وكلمة الذين كفروا صراحة عشان ما يبقاش يتعور